أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار فريلانسنج مع ماندو. الحلقة دي الحقيقة مختلفة شوية لأني هاخدكم في جولة من الناحية التانية من الفريلانسنج. النهاردة هنبص من مكان العميل. يا ترى العميل بيشوف إيه لما بيعرض البروجكت بتاعه على موقع الفريلانسنج وبيبتدي الناس تقدم عليه علشان تاخد المشروع. انا كنت محتاج ان انا يعني عندي مشروع محتاج حد يساعدني فيه، فبالتالي رحت على موقع فريلانسنج وعملت بوست لبروجكت كعميل، وحابب ان انا اوريكم واحكي لكم على بعض الامبريشنز اللي انا خدتها من التجربة دي. اول حاجة، انا لسه حاطط البروجكت من حوالي 15 دقيقة بس. يعني انا عارف ان الرقم ده هيبقى مذهل، بس انا جالي 175 بيد على البروجكت بتاعي في 15 دقيقة. الحقيقة انا ما كنتش متخيل، يعني مجرد ما حطيت البروجكت في خلال دقيقتين ثلاثة لقيت العروض بتيجي بشكل مرعب، والرقم عمال يزيد 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 بشكل مش طبيعي. فده يديكم انطباع قد ايه عدد الناس اللي موجودة على الموقع، قد ايه الناس اللي بتدور من كل حتة من العالم. هناخد جولة كده في العروض اللي جات لي، وهقول لكم على بعض الانطباعات بحيث نعرف ازاي نتعلم منها وازاي تقدر تستفيد بحاجة زي كده وانت بتقدم البروجكت بتاعك. طبعا جزء كبير من الموضوع ازاي الموقع بيصنف وبيرتب البيدز او العروض اللي بتجيلي. يعني انا دلوقتي لو انا قدامي 175 واحد متقدمين، طبيعي ان انا مش هقدر ابص فيهم كلهم كعميل، فلازم هبتدي انقي، هبتدي ابص على حد تبقى البروفايل بيكتشر بتاعته مثلا مميزه ولافته للانتباه. هبص على حد يبقى عنده ريفيوز عاليه، وبالتالي هقول ايه، خلاص انا هاخد حد مضمون. كمان هبتدي اقرا اللي هو كاتبه، والمعلومه اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهاش ان انت لما بتقدم على بروجكت، العميل بيظهر له في الصفحة الرئيسية للبروجكت أول 4 جمل بس، 4 سطور من اللي أنت كاتبه. احيانا بنقعد نكتب بروبوزل طويل جدا 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 جدا، ونحكي ونقول تفاصيل ونكتب كلام كتير، العميل ما بياخدش وقت أو ما بيلحقش إن هو يقراه. أنا هنا فاتح الصفحة اللي فيها الناس اللي مقدمة وقادر أشوف بس أول 4 سطور. لو في حد شد انتباهي من اللي هو كاتبه، هبتدي أدوس على مور وأبتدي أدخل في العرض بتاعه. وبالتالي مهم قوي انك تستغل الاربع سطور دول وانت بتقدم بروبوزل، ان انت تلفت انتباه العميل. اولا اللي بيقدر ان هو يشوف اسمي وبيبتدي مثلا العرض بتاعه بهاي ممدوح بيلفت انتباهي اكتر، لان طبيعي اي حد فينا لما بيشوف اسمه بيبتدي ينتبه او ممكن يقرا باهتمام اكبر. تمام. الحاجة التانية كمان، حاول تدخل في الموضوع على طول وتتأكد ان انت في اول 4 سطور دول بتعرض للعميل خبرتك في الحاجه اللي هو عايزها، وبتوري له ان انت قريت البروجكت اللي هو كاتبه. يعني مثلا اول حاجه ظاهره قدامي ده حد قرا كويس قوي اللي انا كتبته، وبسرعه جدا راح كاتب بروبوزال ممتاز، حط فيه الكي ووردز اللي انا استعملتها في البروجكت بتاعي، وكمان قال لي انا عندي اسئله، يا ريت لو تتواصل معايا علشان نقدر ان احنا نتناقش اكتر. فده طبعا الطريقه دي مقنعه جدا، وبتخليني طب عايز اتواصل معاه، طب ايه الاسئله اللي عندك، طب يا ترى هتقدر تساعدني ازاي، طب تعال نتكلم اكتر. لو قدرت توصل ان انت تلفت انتباه العميل وتخليه يتواصل معاك بعد ما قدمت على البروجكت، ده بيحسن جدا من فرصك في ان انت تكسبه. في ناس لما ببص على البروبوزلز بتاعها واضح جدا ان هو ما قراش خالص انا كاتب ايه. هو عنده اسطمبة جاهزة بيحطها في اي حاجة ليها علاقة باللي بيشتغل فيه، فبلاقيه كاتب لي كلام عام جدا، كلام جنرال، ما يقولش ان هو قرا، وبالتالي ده انا اكيد مش هبص له. خليني اقول لكم يعني مثلا من البروبوزلز اللي قدامي، هديكم مثلا مثال عن الدول. اول حاجة ظاهرة قدامي بنجلاديش، وبعدين الهند، وبعدين أوكرانيا، الهند، باكستان، الهند، بنجلاديش، الهند، باكستان، الهند.
الحقيقة عدد كبير جدا، وطبعا جزء من ده ممكن يبقى بسبب فرق التوقيت. يمكن الوقت اللي انا حطيت فيه البروجكت يعني هو التوقيت بتاعه مناسب ليهم، فبالتالي هم موجودين اونلاين، واول ما شافوا البروجكت بدوا يقدموا عليه. دي احيانا يعني بيبقى فيها جزء من اللك، ان انت في الوقت اللي داخل فيه العميل بيحط مشروع فتقدر تشوفه في وقت زي كده. طبعا الناس اللي مش حاطه صوره خالص غالبا مش بيلفت انتباهي. مهم انك تحط صوره شخصيه بروفيشنال. وطبعا الصوره يعني ده مثال، مثلا في حد حاطط صوره وهو في فرح، متصور في فرح وراه بوكيه ورد وعاملها البروفايل بيكتشر بتاع موقع الفريلانسنج. طبعا دي حاجه مش بروفيشنال جدا، وصعب جدا ان انا افكر ان انا ابص للبروبوزال زي كده. طبعا بلا شك انه صعب على عميل ان هو يختار. يعني انا عشان اختار ما بين 175 واحد متقدمين صعب، وكتير هتلاقي الكل بيقول كلام كويس. فده طبعا جزء من الحقيقة. جزء من الحقيقة ان الموضوع مش سهل ان انت تكسب مشروع او ان انت يعني العميل يشوفك من وسط كل الهيصة دي. عدد الناس اللي مقدمة الحقيقة زي ما قلت لكم الرقم مرعب. اغلب البروبوزلز الجايالي من الهند وباكستان. برضو اغلب الناس حاطه في خلال البادجت اللي انا مختارها، ودي طبعا حاجه يعني مهمه لما بتقدم على مشروع، بتشوف البادجت اللي العميل بيحطها وتختار جواها. اعتقد ان دي كده اهم النقط اللي انا شايفها دلوقتي. هحاول ان انا اتابع في النقطه دي، وهحاول ان انا اتكلم في مره تانية عن ايه الانطباعات اللي العميل بيسيبها وايه اللي العميل بيدور عليه، بحيث نقدر ان احنا واحنا بنقدم بروبوزلز نبقى بنعمل حاجه بوعي، وبنعمل حاجه احنا شايفين العميل بيشوفها ازاي، وازاي اللي انا بكتبه ده ممكن يوصل للعميل، وممكن العميل يستقبله ازاي. اتمنى تكون الحلقه السريعه دي مفيده، واشجعكم انكم ما تيأسوش ابدا، وما تبطلوش تحاولوا مهما كان المنافسه كبيره، ومهما كان الموضوع مش سهل. لكن دايما في وقت وفي زمان لكل واحد بيقدر ان هو يلاقي فرصته، ويقدر ان هو يشتغل وينجح. اتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم مع حلقه جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.